الحمد لله، واحد مصدق ان هو خلص الفيزياء وعمها. اوف يا ربنا، ده كده عظمه قوي، ده كده عظمه قوي. خلصنا بقى الفيزياء، خش على الكيمياء. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا عليك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي كشكول الكيمياء وادي الكتاب عشان اول ما اخلص مذاكره اقعد احل. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ بسم الله. الحمد لله رب العالمين، خلصت بقى المذاكره اقعد احل بقى على الدرس اللي انا خدته. بسم الله. انا زهقت بقى، مش عارف احل ولا سؤال. يعني احفظ مش عارف احل، افهم مش عارف احل، اعمل ايه انا مش عارف. يا رب امال يزعق ده ليه؟ السلام عليكم عم سيوح. يا غبي حبيبي. احسن واحد يسيح في الثانويه. في ايه تاني يا عم صيوح؟ جبت لنا صداع، صوتك عالي. ساعد بقالي 4 ساعات بذاكر في الكيمياء وحفظت الدرس وعملت كل حاجه، مش عارف احل، انا مش عارف اعمل ايه. يا ابني يا حبيبي، مين قال لك ان الكيمياء حفظ بس او فهم بس؟ مين قال لك المعلومه دي؟ يا راجل يعني الكيمياء لا حفظ ولا فهم، امال الكيمياء بتتذاكر ازاي؟ قوم بقى عشان اقعد مكانك وافهم الناس الكيمياء بتتذاكر ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دفعه 2024، ازيكم عاملين ايه؟ انا اسلام من دفعه 2023. جاي ان شاء الله اتكلم معاكم في الفيديو ده في حاجه مهمه جدا، كتير منكم قوي كلموني عليها، وهي ازاي تذاكر كيمياء في الثانويه العامه. قبل ما ابدا يا صديقي عايز بس افهمك حاجه بسيطه. الكيمياء في النظام الحديث بقت مش معتمده على الحفظ ومش معتمده على الفهم. بمعنى ايه الكلام ده؟ يعني انت لو حافظ بس مش هتعرف تحل، ولو فاهم بس مش هتعرف تحل برضه. امال الحل ايه؟ انا هفهمك الحل ايه. عشان تعرف تحل مسائل الكيمياء النظام الحديث لازم تبقى مركز ما بين الاثنين في دماغك، حفظ وفهم. وده اللي بان قوي في امتحان 2023 بتاعنا بتاع الكيمياء. كان امتحان من اقوى الامتحانات النظام الحديث عامه، كان امتحان صعب جدا وقوي على ناس كتيره جدا. بين قوي الطالب الكويس من الطالب المتوسط من الطالب الضعيف. امتحان كان عباره فعلا عن ميكس، انت لو حافظ بس مش هتعرف تحله، ولو فاهم بس مش هتعرف تحله. لازم يبقى عندك الميكس، تعرف تعمل الاثنين، تبقى حافظ وفاهم. وده على ما اظن اللي شفتوه في المسائل لما بتيجي تحله بتلاقوا ان انت حافظ وحافظ الدرس كويس قوي والدنيا معاك تمام، وبرده مش عارف تحل، وفاهم الدرس برده كويس جدا ومش عارف تحل. فازاي بقى تبقى حافظ وفاهم في نفس الوقت؟ دلوقتي انا هضرب لك مثال بسيط جدا باول درس خالص في الكيمياء، وهي العناصر الانتقاليه، وهضرب لك مثال بيها وافهمك انا كنت بذاكر ازاي وازاي بحفظ وازاي بفهم. طبعا معانا اول درس في الكيمياء الغير عضويه وهي العناصر الانتقاليه. اكيد طبعا يعني انتوا فاهميني، اعذروني طبعا على الخط المقرف ده، والله انا عارف وحاسس بيكوا، بس انا للاسف من النوع اللي خطه وحش ومش عارف اعدله، بس مش مشكله. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي انت عندك اهو العناصر الانتقاليه، سكانديوم وتيتانيوم وفاناديوم وكروم، منجنيز وحديد وكوبالت ونيكل ونحاس والزنك. اول حاجه هنبتديها طبعا وهو الحفظ. تحفظ ازاي؟ دلوقتي طبعا انت عارف ان السكانديوم رمزه 21 والتيتانيوم 22 لحد الزنك 30. دي اول حاجه وهي الحفظ. انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. حافظ كل رقم عدده الذري كام عشان لما يقابلك سؤال تبقى بتعرف توزع كويس. حته التوزيع دي فين، انما انك تبقى حافظ الرقم عدده الذري كام هي دي الحفظ. طبيعي اي سؤال هيجي لي سواء في حفظ او فهم انا اعرف احله، لان انا ممكز ما بين الاثنين، ما بين حفظ العدد الذري زي ما انتم شايفين كده واسم العنصر طبعا ورقمه، وبعرف اوزعه كويس. ودي اول حاجه هي الحفظ والفهم في نفس الوقت. نحل مشكلتك بقى، يعني نحل مشكلتك ونحل مشكلتها وتولع مشكلتي اللي انا جاي لكم عشانها.
حاجه يا اصدقائي، ودي برضو حته معتمده على الحفظ اكتر من الفهم شويه، وهي ابقى عارف كل عنصر ايه هي مركباته. يعني عندك عنصر زي عنصر التيتانيوم، فتاني العناصر الانتقاليه، اقدر اعمل منه مركب ثاني اكسيد التيتانيوم اللي هو بعمله في مستحضرات التجميل لحمايه الجلد من الاشعه فوق البنفسجيه. من استخداماته ان هو اصلب من الصلب واقل منه كثافه، بستخدمه في زراعة الأسنان وعمل المفاصل الصناعية. كل ده أنا بفهمه. وطبعا أهم حاجة طبعا من استخداماته التيتانيوم مع الألمونيوم، بعمل منه سفن الفضاء لأنها تحافظ على متانتها في درجات الحرارة المرتفعة. فكده أنا حفظت التيتانيوم بيعمل إيه. أنا قعدت أحفظ مع نفسي هي دي استخدامات التيتانيوم، عشان بحيث لما هو يسألني سؤال في حفظ وفهم أبقى أنا برضو عارف استخدامات التيتانيوم وفاهم كل حاجة عن التيتانيوم. ننتقل لتاني حاجة مثلا وهي الفاناديوم. طبعا احنا عارفين الفاناديوم عامل حفاز، ممكن اعمل منه صبغة في صناعة السيراميك والزجاج. كل دي استخدامات الفاناديوم ابقى انا حافظها، عشان برضو لما اجي الاقي قدامي سؤال ابقى في نفس الوقت حافظ وفاهم كل حاجة عن العنصر اللي هو بيكلمني عنه، سواء فاناديوم او تيتانيوم او منجنيز او كروم او نحاس او اي حاجة. انا برضو طبعا في جزئية التوزيع لازم برضو ابقى فاهم كل عنصر توزيعه ايه ويتبع لأني مجموعة. عنصر ابقى عارف هو توزيعه الذري ازاي، وكل عنصر ابقى عارف هو يتبع اني مجموعة. دي برضو حتة حفظ على فهم. زي ما انتوا شايفين طبعا انا كنت بلخص الكيمياء ازاي، كنت بلخصها بطريقة برضو الميكس، اني بجمع كل عنصر وبكتب عنه كل حاجة. يعني عندك السكنديوم كاتب ان الالكترونات المفرده في 3 دي هو الكترون واحد بس، وعدد الالكترونات المفرده هو برضو الكترون واحد بس، وعدد الالكترونات المفرده في الذره كلها هو الكترون واحد بس. كذلك الامر على كل العناصر، مثلا زي عنصر زي النيكل انا موزعه وكاتب عنه كل حاجه، بس والله هو يعني ايه الخط انا عارف ان هو وحش، بس انا ببقى فاهم ان انا كاتبه، بس للاسف انتوا ممكن ما تبقوش فاهمين، بس عادي انا برضو بحاول اوضح لكم قدر المستطاع. برضو كاتب كل حاجه عن النيكل ان هو عدد الكتروناته في 3 دي 8 الكترونات، وعدد الالكترونات المفرده في 3 دي الكترونين فقط، وعدد الالكترونات المفرده في الذره كلها الكترونين برضو فقط. مجمع كل حاجه عن العنصر بحيث ان انا لما اتسال افتح الكشكول وابص بصه بسيطه ما يجراش حاجه، وانا في نفس الوقت حافظ وفاهم. زي ما انتم شفتوا كده انا كنت بذاكر الكيمياء ازاي، جزء حفظ وجزء فهم، ومركزهم في بعضيهم عشان اقدر احل الاسئله، لان اسئله الكيمياء بتبقى اغلبيتها فهم بنسبه عاليه جدا اكتر من حفظ. يعني مثلا لو هنقارن نسبه الحفظ بالفهم، فمثلا 40% حفظ و60% هي فهم. اسئله الكيمياء بتتحل بالطريقه دي، وان شاء الله لو واجهتكم اي مشكله في حل اسئله الكيمياء تعالوا تواصلوا معايا، تحت في الوصف رابط جروب التليجرام بتاعنا، تعالوا تواصل معايا وانا ممكن افهمك ايه المشكله اللي عندك ونحلها مع بعضينا. بس كده، ولو محتاج اي حاجه اتكلم عنها الفتره الجايه تقدر تكتب لي تحت في الكومنت. ربنا يا رب يوفقكم وتحققوا اللي نفسكم فيه. السلام عليكم. DJ Nero.